هي السباقة التي وصلت إلى إقليم حوز. على فكرة أن منطقة الحسيمة والتي أحيي من خلالها سكان إمزورن، هؤلاء الشجعان، هؤلاء الأبطال، قاموا بقافلات هي عندي في الصور منشورة في سميتو وتواصلت طبعا. كانوا السباقين ليس دين كما يقال، ولكن عاشوا محنة الزلزال. لذلك ترى أنهم كانوا سباقين في مناطق كلها من المغرب. هناك جمع للتبرعات حاليا في كل المناطق، لأن المسألة أنا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدنا اللطف. نجونا بلطف الله. الفاجعة كيغستوريا باش دومينيغ شركة BDM ساهم سي كاميونن. بالنسبة لي خصنا نسكنش المعاونة من غير التمنيات المشان من يوقع الزلزال وني خصنا نسكن حاشث اتصل غا النمرو يعني غادي يزداني تا غا قوان سيدني جيت المطار غادي انت في الكاميون تيوش ان شاء الله يفق اواني العاصر. قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله فأصبحتم أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار، لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة، أي صرتم إخوانا، أي صرتم إخوانا، وهذا هو المراد هنا. أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء. وقول بنعمته البا هنا للسببية، أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا، يعني إخوة. والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. من أريافك من مدنك من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السرور والسرود ألا تنشدون كل صباح. إخوتي هيا للعلا سعيا ألم تغنوا في ليالي الأنس عمرك سبت اسماع. مع أنه ابنه بضعة منه لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح، فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة. فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمعا قوى بعضهما بعضا. إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. وقال أصبحتم بنعمته إخوانا، وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشفى البئر أي طرفها.
وقول حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة. لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين فألف بين قلوبهم، وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفا حفرة من النار، ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه رحمه الله، قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكة، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذهم الله منها إنقاذا. ثم قال: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك أي مثل ذلك. ثم هي تختلف باختلاف السياق، ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته. مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية، بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس. لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم، جعل ذلك بيانا فقال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي العلامات الدالة عليه على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال: لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا. والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي تهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آياته من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. ذكرنا أن لعل للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق. الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف، والرجاء الأمل. الأمل. فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجاء. وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق. والتعليل أيضا معروف للسياق. كيسو واحد سيد الدكتوراه فورماج غيمشي بوحدو. ها هو انت. ها هو
تفضل محمد ما كيسمع غني الاولى نعدل خاصك تستافد في شعرك فورما شنو درتو عقاز عقاز هانية سمع الله موضي مليح وشي يعني هذا الشيء كيديروا المواطنين ما عندهمش انتماء ما عندهمش داك الشيء بغاو يديروا هذا الشيء يعني بدون حياة.